باوراق الزيتون. اختي غادي تخلصي اليوم شي حاجه سميتها التجاعيد العنيده، التجاعيد المستحيله، التجاعيد اختي اللي محفره لك الوجه ديالك، كتخليك تباني دائما في سن 60 وانت اختي مازال غير في سن 30، يعني كتكبرك بواحد 30 سنه او 40 سنه فوق من العمر ديالك السن الحقيقي ديالك. فاليوم البنات جبت لكم احسن وصفه اللي غادي نصوبوها باوراق الزيتون، ما غنصوبوهاش حتى بزيت الزيتون او بحبه الزيتون، وانما فقط بالاوراق ديالو. الحمد لله ديال الوقيته ديال زيت الزيتون، وتبارك الله الزيتون موجود بكميه كبيره، كنرقدو وكنخدموا به. اليوم ما غنخدموش بالزيتون وما غنخدموش بزيت الزيتون، وانما غنخدموا باوراق الزيتون لعلاج التجاعيد العنيده المستحيله، تسبغات، ليطاش، نمشوا الكلاف، الحبوب، لاطراس، واي مشكل عندكم في الوجيه، العنيق، تحت الابطين، المهم اي منطقه البنات غادي تعالجوا منها جميع المشاكل غير باوراق ديال الزيتون. المهم انا عندي البنات واحد الكميه، حاولت البنات نصور لكم بعض المقاطع ديال لي فيديو باش تشوفوا قبل وبعد كيفاش كانت الكميه ديال التجاعيد، وكيفاش ما شاء الله باوراق الزيتون مشاو هذوك التجاعيد. يعني هاد الوريقات بزاف منا ما كنخدموش بهم، ممكن نجيبوهم، ممكن يكونوا عندنا في الدار ولكن ما تنخدموش بهم، حين تنقولوا مثلا ممكن ما يعطونا حتى شي نتيجه. ولكن خصكم تعرفوا البنات انه المنتوجات تبارك الله مشهوره عالميا، كيتباعوا في الدول الاوروبيه بواحد الاثمنه باهظه. كتلقاو داك لو كريم ولا داك المنتوج مكتوب فيه في المكونات ديالو راه مصوب بالزيتون او باوراق الزيتون، والثمن ديالو باهظ. فاحنا الحمد لله خير بلادنا موجود، اوراق الزيتون موجوده في كل شجره مغربيه تمشي بلا ما تاخديها. البنات نقول لكم هذه الوصفه فابور، المكون ديال الاساسي فابور، يعني اللي هو اوراق الزيتون. لانه تقدري تمشي لشي شجره، تقدري تمشي للغابه، شي حديقه حداك، شي ملعب، المهم شي حاجه بحال هكا فيها وريقه، فيها الزيتون، كتاخدي انت غير الوريقه بطبيعه الحال، ما غتقطفيش الزيتون باش ما يضيعوش فيه مواليه، ولكن غير الوريقات فقط، وغادي تخدمي بهم لا غوسيت ديالك. يعني لا غلا على مسكين بصفر درهم غادي نخدموا هذه الوصفه. ما نطولش عليكم اكثر من هكذا، وندوزو مباشره للطريقه ديال التطبيق والاستخدام والاستعمال. المهم هنايا البنات عندنا كميه ديال وريقات الزيتون، هنايا ضفتهم في هذا الكاسرول. من بعد البنات غادي ناخذ كميه ديال الماء وغادي نغليوهم حتى تطلع الغليه، حتى كيتغير اللون، ما كيبقاش هكا، كيولي باللون شويه الاصفر، ممكن الا كثرتو يكون اصفر غامق او بني على حسب، ولكن هذا هو اللون اللي كيخرج ليا انايا. عاد من بعد نوريكم الطريقه باذن الله ديال تطبيق هذه الوصفه. فمن بعد ما خدينا هاد اوراق الزيتون وضعناهم في فوق النار، كنخليهم البنات حتى كطلع عليهم الغليه. البنات تيقول لي شحال الوقت، فالوقت صراحه راجع على حسب، يعني ممكن يكون 15 دقيقه، ممكن يكون 10 دقائق الا كانت النار مثلا هادئه، ولكن الا كانت سريعه بحال كيما دايره انايا تقريبا راه فواحد المده ديال 10 دقائق، 5 دقائق كتعطي يعني نتيجه فعاليه، كطلع الغليه. وصافي كندوزو مباشره باش نطبق معكم الوصفات ديال اوراق الزيتون اللي ما شاء الله بزاف منكم قلتوا لي اختي شاركيها معنا، بارطاجيها معنا، بغينا نعرفوا السر، بغينا نعرفوا لا غوسيت، بغينا نعرفوا الوصفه كيفاش خدمتيها، كيفاش صوبتيها. فانا ان شاء الله غنشارك معكم خطوه بخطوه الوصفات ديال اليوم ديال اوراق الزيتون اللي كلشي يطلبها مني، اللي هي اقتصاديه، اهم حاجه انها امنه ومجربه فعاله وبمكونات طبيعيه اللي هما اوراق الزيتون. خير بلادنا ما كاينش حسن منه. رقم واحد، عرفتوا المنافع البنات ديال اوراق الزيتون باش تعرفوا كثيره، منافع اوراق الزيتون كثيره 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 بزاف البنات ورهيبه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني تيقولوا لي واش الزيتون الطازج او الزيتون، يعني اوراق الزيتون اللي كتكون مثلا يابسه، فاللي توفر اليابسه او طازج. انا شحال من خطره خدمت معكم بالطازج، وخدمت معكم حتى ب اللي كيكون يعني كما قلنا البنات مشمس، يعني اللي كان المنافع ديالو كثيره جدا ما شاء الله. وموجود الحمد لله كما قلت لكم. هذه هي الوقيته ديالو تبارك الله، يعني متنوعه، غنيه بمضادات الاكسده، كتعمل كذلك على خفض ضغط الدم، وكتنظم السكر في الدم، كتحسن الصحه ديال القلب والاوعيه الدمويه، كتدعم الجهاز المناعي، وكتملك خصائص قويه ومضاده للبكتيريا والفيروسات، مما كيساعد في انقاص الوزن وتخفيف الم المفاصل والتقلصات، والحمايه ديال الدماغ، وكتدعم الصحه والبشره، وكتستخدم
عن طريق يعني مغلى الشيء او لا مغلي شيء. وهذه الوصفه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم في فيديوهات المقبله، لانه تكون هي على مستوى الجسم داخليا، ولكن هذه البنات هي خارجيا وللبشره ديال الوجه ولعلاج كما قلنا البنات التجاعيد العنيده، التجاعيد العميقه، تسبغات، لي طاش والنمش والكلف وجميع انواع المشاكل ديال البشره. بطبيعه الحال خارجيا يعني هي عباره عن علاج موضعي يعني غنطبقوه على اي منطقه بغينا، وبالتالي غادي تنفخ لينا البنات حتى الوجه العنيق. هي بديل البوتوكس، لانه بزاف المتتبعات ولا بزاف ديال الناس كيسولوني تيقولوا لي واش هي بديل البوتوكس. البنات بديل البوتوكس، بديل الفيلر، الحمد لله طبيعيه اقتصاديه امنه مجربه فعاله، ففيها كل ما هو ايجابي. فهانتوما اللون البنات كيوليو واحد شويه بحال لون اصفر نوعا ما. فصافي البنات ملي كتصبح الوصفه بحال هكايا ما علينا ان شاء الله الا اننا نطبقوها ونوريكم ان شاء الله الطريقه ديال التطبيق ديالها، التحضير، الاستخدام، وان شاء الله نطيب معكم ادق التفاصيل. ولكن اللي غنقول لكم خدموا بالوراق الزيتون بزاف. كما قلت لكم بعض المنافع راه ذكرتهم سابقا، راه اوراق الزيتون رائعه خصوصا في هذا البرد الالم المفاصل. البنات اللي كيعانوا من الم المفاصل نجيكم بواحد الوصفه في فيديوهات المقبله عن قريب، هي وصفه الجده ديال الله يحفظها لي ربي وطولها في العمر، لعلاج هاد المفاصل كاملين البنات، الركبه، المهم كلشي. كونوا في الموعد واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس بحال هكا البنات باش توصلوا بكل ما هو جديد. يعني في منزلت ان شاء الله شي فيديو جديد يوصلكم اشعار بانني نزلت فيديو جديد. المهم من البنات الوصفه راه طلعت الغليه، تغير اللون، ريحه ما نعاودش لكم ما شاء الله واحد الريحه بيو طبيعيه ديال الخضوره ديال ما شاء الله اوراق الزيتون. وصافي البنات المهم هنايا كنطفي النار وندوزو مباشره للطريقه ديال التطبيق. فمن بعد ما خدينا دوك الاوراق ديال الزيتون غليناهم طبخناهم طلعت الغليه فيهم، غادي ندوزو مباشره لطريقه التطبيق. هي كالتالي: بسم الله. غادي نصفيو الكميه، بطبيعه الحال الكميه راه كتبقى اختياريه، شوفوا نتوما الكميه اللي بغيتو. المهم انا هنايا مثلا خديت واحد الكميه لا باس بها، هي باش غنخدم ان شاء الله الوصفه ديالي. المهم بسم الله. ها نتوما باش يبان لكم كل شيء بصوره واضحه ان شاء الله. المهم البنات اول حاجه غادي ناخذوها هي كميه ديال الارز ديما كنخدم به وديما كنصحكم انكم تخدموا به. ها هي النوعيه اللي كنخدم بها، انا غنوريها لكم. دات الحبه الصغيره البيضاء اللي كتجبد تبيض تنفخ وتزول جميع المشاكل. المهم هذا هو الشكل ديالها. شوفوا ارخص رز هو هذا، تقدروا تخدموا به زوين ما شاء الله في الوصفات، وهو سر من اسرار الكوريات واليابانيات في تبييض وتوحيد لون البشره. يعني كما كتلاحظوا على اليابانيات والكوريات مهما وصلوا من عمر البشره ديالهم جبده بيضاء صافيه وموحده اللهم بارك. غنحتاجوا كميه ديال الرز وكميه ان شاء الله ديال الحمص البنات. الحمص اللي كيكون حبوب كيكون مطحون. شوفوا القرعه كانت عندي عامره، ولكن بطبيعه الحال بكثرت ما كنخدم به بزاف فبدا كيتقادى ليا، ولكن ماشي اشكال ان شاء الله غادي ناخذ منه كميه واحده اخرى عن قريب. المهم كما قلت لكم البنات ها هو غنوريه لكم بعدا البنات اللي كيسولوني على الحمص هو هذا. المهم حتى باش يبان مزيان. فقلنا الحمص الروز مطحون وغادي نخلطو بالماء اولا بالمحلول ديال ها هو بالمحلول ديال اوراق الزيتون. ما شاء الله البنات على اوراق الزيتون زوين لواحد الدرجه راه لا تتصور. البنات اللي غيخدموا به غيعرفوني علاش كنهضر. المهم هنايا غادي ناخذوا دابا كميه ديال بسم الله الملعقه الاولى ديال الارز، الملعقه الثانيه والملعقه الثالثه ديال الارز. انا كنكثر منه حين زوين ما عندنا ما نقولوا عليه. ودائما كنخلطوا الوصفه بماء اوراق الزيتون، هي اللي كنجمعوا بها الوصفه ديالنا. نحاولوا نخلطوا كلشي مزيان. ومن بعد كناخذوا معلقه ديال الحمص بودر، ها هي معلقه صغيره، ممكن تاخذوا كبيره ولكن انا اغلبيه كناخذ غير صغيره.
من بعد على حسب الوصفه، الا جاتكم مثلا جاريه كتزيدوها الروز مطحون، جاتكم هي هذيك راه ما كتزيدوا حتى شي حاجه، فعينكم ميزانكم. ما يمكنش نحدد معكم القوام ديال الوصفه، ولكن انا غنزيدها كميه ديال الارز، غنزيدها تقريبا ملعقه صغيره بحال هكا ديال الروز صافي، وغنجمع. وها هي الوصفه البنات واجده، فيها الروز الحمص اللي كينفخ بديل البوتوكس والفيلر. ما تبقاي اختي ديري لا بوتوكس لا فيلر. فما شاء الله البنات على وصفه. شوفوا لي غير القوام ديالها يبين لكم، اللهم بارك وزيد في ذلك. شوفوا ما شاء الله يا البنات، فوصفه تحفه بكل ما في الكلمه من معنى. شوفوا غير القوام ديالها راه يبين لكم. شوفوا ما شاء الله. فهذه هي الوصفه البنات، زوينه اقتصاديه، اهم حاجه كما سبق لي ذكرت انها امنه وفعاله 100%. ما شاء الله. هذه هي الوصفه اللي غادي ندوز دابا مباشره، غادي نطبقها معكم. بالنسبه للبنات من طبيعه الحال اللي كيبغيو ماسكات، كيبغيو وصفه تكون كما كنقولوا حنايا عاقده وتكون عباره عن ماسك. اما الوصفه الثانيه غادي نصاوب معكم بهذا المحلول. فغادي ناخذ هذا البخاخ اولا هذا الرشاش، وغادي نوضع فيه هذه الكميه ديال المحلول ديال اوراق الزيتون الرائع ما شاء الله. ها هويا، وغادي نوريكم هذا المحلول هذا. ما يمكنش يا البنات شحال غزال هذا، تبقاو ديروه بحال الطونر ديال الماء ورد، كترشوه على الوجيه ديالكم بحال هكا. غزال واحد الرويحه ما يمكنش. غزال عرفتي شي حاجه بيو طبيعيه، ماشي شي زعما شي ريحه معينه، لا، ريحه الخضوره، ريحه الطبيعه. هادشي باش كتشموا، يعني ديال الريحه اللي غتشموا فيه. غزال كيعطي لمعان، كيعطي اشراقه، كيعطي تفتيح للبشره، خصوصا مع تكرار الدوام عليه على القليله واحد 10 ايام حتى 15 يوم. حنا مقبلين على شهر رمضان المبارك السعيد اللي الله يدخلوا عليكم وعلينا بصحه ولنا وباش ما بغينا. فخص البشره تكون صافيه، تكون بيضه وتكون موحده، يعني ما يكونوش مشاكل، ما يكونش بزاف ديال الاضرار للبشره. خصوصا من طبيعه الحال ما غنخدموا لا بفون دو تان لا بمكياج لا بتا شي حاجه، فخاص تبان البشره ديالنا في ابها واحسن حله ان شاء الله. فالمهم البنات هذا هو الطونر، كديريه في الصباح كل نهار. يعني البنات يقولوا لي واش نقدروا نحبسوه، فيستحسن ما تحبسوش لانه الوصفه سهله وطبيعيه واقتصاديه. وقت ما تقضى عاودي ثاني ديري جديد، ما ديريش لو ستوك، يعني فين باش يكون طازج ديريه فين ما يتقضى عاوديه ثاني. اوراق الزيتون موجودين سواء كان طازج او كان مجفف، فاللي متوفر فغتخدموا به. واحد الريحه هي سلام، ريحه غزاله، ريحه الطبيعه كما قلت لكم فنه. وهذا بالنسبه للطونر. اما بالنسبه للوصفه فهذه كديروها في البدايات ديالكم كل نهار لمده 5 ايام او 6 ايام على حسب، ومن بعد كتحبسوها كتبقاو ديروها مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. قوامها ما شاء الله راه كلشي واضح وكلشي باين، هضر على راسو كما كنقولوا. غادي ندوز باش نطبق معكم الوصفه. ها نتوما شوفوا لي القوام، كتخليوها حتى تجف اولا تنشف ومن بعد كتغسلوها. البنات اللي يقولوا لي واش نفركوها، فانا ما نصحكمش بالفرك، نصحكم كما كنقولوا حنايا بالغسل احسن من الفرك. الفرك يستحسن انكم ما تخدموش به، خدموا غير بالغسل. وهذا الشيء اللي كاين البنات ديال الوصفه ديال اليوم. شوفوا لي القوام، وما الطونر رائع البنات، طونر غزال 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 غزال، في واحد النسيمه واحد الريحه كتحمق. ان شاء الله غتوليو عليه مدمنين عليه، غير جربوه وردوا عليا. فالوصفه ولا الفيديو ديال اليوم فيه جوج ديال الوصفات، فيه الطونر الطبيعي ديال اوراق الزيتون البيو الطبيعي اللي كديروه كل نهار ملي تفيقوا مع الصباح، وفيه الوصفه اللي قوامها رائع اللي غادي تجبد لكم البشره، تعالج لكم تسبغات، وحد لكم وتزول لكم ان شاء الله البقع السوداء والنمش والكلف واي مشكل ان شاء الله عندكم في البشره وفي الوجهيه وفي العنيه وفي جميع مناطق ان شاء الله الجسم.